يا دكتور كل شوية نشوف تبييض الأسنان، وصفات تبييض الأسنان، مبيض الأسنان، كل الحاجات دي بتظهر كتير على اليوتيوب. تبييض الأسنان بالوصفات المنزلية، طب إزاي يعملوها بدون استشارة طبيب؟ طيب، انت جبت موضوع حلو قوي، وموضوع بيستفزني انا شخصيا. وانا نفسي كدكتور اسنان بشوف الكلام ده على الفيسبوك كتير قوي، يعني بخاف اكتب كومنتات لان الناس هتهاجمك يعني. طبعا الموضوع غلط، كله غلط. وبقول بكل ثقه الوصفات المنزليه والحاجات اللي بتتعمل دي كلها غلط. طالما مش من دكتور يبقى غلط، طالما مش من حد دارس يبقى غلط. ما ينفعش ان انا اجيب فيوز كتيره ومشاهدات كتيره، واجيب مش عارف مثلا لايك وسبسكرايب والحاجات الهري بتاع الفيسبوك ده، عشان خاطر مثلا مصلحه الناس مش مهمه عندي، بس ان انا اروح قايل اي معلومه وخلاص. ما ينفعش. وما ينفعش اسال مجرب ولا تسال طبيب، لا، اسال الطبيب بالثلث. الطبيب دارس، الطبيب فاهم، الطبيب عارف. ما ينفعش، احنا في زمن فيه وعي، فيه علم، فيه ثقافه. الوصفات القديمه كلها غلط، مش مظبوطه. التبييض ده علم، وانك تبيض الاسنان ده دراسه معقده مش سهله. ولما كنا بناخدها ايام طب الاسنان الموضوع فيه دراسه كتيره جدا. ما ينفعش ناخد مش عارف معجون ايه وحط فحم وحط مش عارف ايه وبايكربونات ومش عارف الكلام ده والكربونات والحاجات دي عشان خاطر انا اجيب مشاهدات. عيب، ما يصحش. مع احترامي لكل الناس اللي بتقول الكلام ده غلط. الكلام ده مع احترامي كفته. ما ينفعش. يا جماعه بكل اختصار، انت لما تيجي تاخد المعلومه خدها من الطبيب المختص. في ناس ممكن تفهم الكلام غلط، وده بيحصل. يعني يقول لك مثلا ايه، الدكتور عايزك تجي له عشان مثلا يعمل لك تبييض وياخد فلوس. انا مش ناقص، انا مش مستاهل يعني مش ناقص عيانين عشان مثلا انا محتاج مثلا اعمل تبييض. انا بدي المعلومه لوجه الله مش اكتر. انا ما ينفعش مثلا اكون مثلا باختصار يعني عندي مشكله سباكه واروح اجيب نجار يصلح. مش منطقي، مش منطقي. فما اخدش المعلومه من حد ملوش علاقه بالموضوع. عشان ما اطولش برضو على حضراتكم، تبييض الاسنان ده بيتعمل عند دكتور دارس فاهم، ادوات معقمه، اجهزه معينه، بليمتس معينه، بتركيز معين، بتفاصيل معينه، بوقت محسوب، وبجلسات بتتعمل، وفي نفس الوقت بيبقى في متابعه مع الوقت. لان لو لا قدر الله حصل حساسيه ما بعد التبييض، حصل مشكله ما، هتروح لليوتيوبر يعني او الراجل اللي بيقول بتاعي يصلحها لك؟ الدكتور هيمانج الحال او هيصلح الموضوع. لان طبعا كل حاجه بتتعمل اكيد ليها مزايا، اكيد ليها عيوب، اكيد ليها اعراض جانبيه زي الادويه. فمين اللي هيعرف يلم بكل الموضوع ده؟ اللي دارس واللي فاهم. فحته تسال مجرب ولا تسال طبيب، ما ينفعش، غلط. وما ينفعش تمشي بتجربه غيرك. يعني ما ينفعش مثلا واحد مثلا جه خلع ضرس عقل كان صعب يروح يقول لصاحبه، فصاحبه خد انطباع خلع ضرس عقل صعب. او العكس، واحد خلع ضرس عقل سهل فراح ده سهل مش هيطلع بسهوله، ده يطلع بسهوله، الدكتور شاطر، وصاحبه يقعد فيه ساعتين فخلاص الموضوع بقى بالنسبه له كده. لا، الموضوع ما بقاش مثلا تجربه بعممها، هي المفروض دي لازم حد يكون دارس. فانا بقول يعني برضو معلش مع احترامي، اي وصفات موجوده على الفيسبوك غلط، مش صح، طالما مش من دكتور وطالما مش مدروسه، وغلط. معلومه بسيطه مثلا حاجه زي الكربونات، كل يقول لك استخدم الكربونات وهيلمع الاسنان وبص هيخلي السنان بيضه. تعالى لي بعد مثلا سنتين ثلاثه هتيجي لدكتور الاسنان المختص ان السنان نفسها متاكله من عند رقبه السنه. هتلاقي السنه سليمه وبيضت معاك، بس من عند رقبه السنه اللي هو الجزء بتاع السنه ناحيه اللثه متاكله، وهتعمل معاك تسوس، وعشان تعالجها هتعمل حشوات عصب وهتخش في تركيبات والموضوع تقيل جدا. انا اكتشفت ده وانا صغير، اول ما اشتغلت من 12 سنه مثلا او 14 سنه، مريض جاي لي اسنانه كلها سليمه وعنده حساسيه رهيبه ولاقي السنان كلها متاكله من تحت. انا بغسل سناني 60 مره في اليوم، طب ايه المشكله؟ بغسلها بالكربونات. طب ليه؟ بدات ابحث عن الموضوع واشوف، لقيت فعلا في ناس بتتكلم اغسل بالكربونات، اغسل بالفحم. الفحم مش هيبيض ولا اي حاجه. انت بتستخدم معجون اسنان طبيعي. المفروض اللي انا بقوله يعني الصح بقى، معجون الاسنان الطبيعي اللي موجود في الاسواق، والمعاجين معظمها واحده، مفيش فيها فن. يعني في حد يسالك ايه احسن معجون، هم كلهم واحد. بس في معاجين خاصه بالحساسيه لو انت عندك حساسيه اسنان، في معاجين خاصه مثلا بالتبييض، والتبييض العادي مش التبييض القوي اللي هو بيفرق معانا في حاجه، دي بنستخدمها عادي جدا. لان مكونات معجون الاسنان بتبقى حاجات طبيعيه، في نسب كالسيوم، في نسب فلورايد، في حاجات انتي بكتيريال، في حاجات مهدئات للثه، في طعم معين تغير طعم الفم. فطبيعي معجون الاسنان غسيل مرتين في اليوم. ممكن تستخدم الغسول للفم لو عندك التهابات في اللثه، دي مره قبل ما تنام كفايه جدا، مع زياره الطبيب كل 6 شهور عشان تعمل تنظيف جير باستمرار. لو انت اسنانك محتاجه تبييض ممكن تعملها عند الدكتور. لو انت حد مدخن، لو لون السنان مضايقك يتعمل تبييض عند الدكتور، او ممكن تعمل تبييض في البيت باستشاره الدكتور. احنا عندنا التبييض برضه في كذا نوع، ممكن عند الدكتور في العياده او ممكن تعملها في البيت بس عن طريق استشاره الدكتور بحاجات معينه بيديها لك تبتدي تعملها وتلتزم بيها. انما حته الوصفات واروح مقلد وصفه على الفيسبوك او اقلد الكلام ده مش منطقي. واللي هيعمل كده هو حر في النتائج اللي ممكن تحصل له، هيضطر يدفع فلوس بعد كده هيلبس فيها الدكتور. بس شكرا. بس فبرضه رجاء لو في وصفات تانية، انا سمعت وصفات كتير يعني، فلو حد عنده وصفات غريبه بس لمجرد الضحك يعني فور فن، يا ريت يبعتها لي في رسائل او كومنتات.
الوصفات الجديده اللي بيقولوها يعني، بدون ذكر اسماء الناس اللي على اليوتيوب. انا ماليش علاقه بحد، بس انا شفت ناس فعلا يعني ليهم ناس بتشوفهم كتير قوي وبنروح نتكلم في حاجه زي كده. فلو حد عنده سؤال او حد عنده وصفه معينه وعايز ياخد رايي فيها، يا ريت يقول لي. بس انا رايي واحد، ان هي الحاجات طالما مش من دكتور لا تصلح.